عملية التأديب والتهذيب بيحتاجها الإنسان في كل مراحل عمره، من الطفولة لحد ما يموت. والإنسان الشاطر هو اللي بيعرف يتجاوب مع العملية دي في كل مراحل عمره، عشان يكون عنده قيم ومبادئ ثابتة تساعده في مواجهة المجتمع. ومش طول الوقت في رحلة حياتنا بنقابل ناس مريحة متوافقة مع قيمنا ومبادئنا. وفي رحلة حياتنا وعملية تهذيبنا المستمرة بيستخدم ربنا أوقات ناس كتير في الطريق، سواء كانوا أهلنا أو مدير بايخ أو زميل سئيل في الشغل، عشان يعمل مننا أشخاص نافعة تتمتع بالصلابة والمرونة. الريزيلينس، صلابة تقدر تتحمل الصعب، ومرونة تتكيف مع كل الأوضاع والظروف. الله في العهد القديم لما شعبه كان بيغلط ويبعد عنه، كان أوقات يستخدم شعوب وثنية تتسلط عليهم عشان يأدبهم ويعدل مسارهم. فما تستغربش لو التأديب والتهذيب جه من ناس غريبة عنك في كل حاجة، وافتكر إنه من يحب الرب يؤدبه. ودي عملية مستمرة معانا لآخر يوم في عمرنا، عشان نكون النسخة الأحسن المرنة والصلبة. فكرة تفكر.